ظلم البنات، فكم من الناس من تكون ابنته مظلومة لديه أو أخته مظلومة لديه ولا قيمة لها ولا وزن، وربما زوجها على من لا تريد وجبرها على ذلك، فإن وافقت مع الظلم فالزواج صحيح، وإن رفضت واستمر الرفض فالعقد باطل والزواج غير صحيح، سواء كان العاقد لها أبوها، سواء كان العاقد لها أباها، أو أي واحد من أوليائها، فهذا ظلم. وهكذا إذا أراد التفريق بينها وبين زوجها وهي تحبه فهذا ظلم أيضا. فكم من الناس تحصل بينه خصومة بينه وبين صهره فيضطر ابنته إلى المطالبة بالطلاق أو أن يفرض على الزوج الطلاق، هذا ليس بحسن وهذا ظلم. وكم من المسلمين من بينهم حروب قبلية، ومع ذلك مع أن الحروب القبلية لا تجوز إلا أن من الناس من عنده عقل، فربما جهزت المرأة الطعام لزوجها ليصعد على الجبل يقاتل إخوانها وقبيلتها، فهذا حاصل. وهؤلاء عقلاء وإن كانوا قد أساءوا بالقتال فيما بينهم، ولكن لم يدخلوا النساء في قضاياهم، فلا تدخلوا النساء في مشاكلكم الخاصة. قدمت لكم هذه المادة من الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن يحيى البرعي حفظه الله وجميع حساباته في التواصل الاجتماعي، فلا تنسوا من مشاركة المقطع وغيره من المقاطع، فالدال على الخير كفاعله.